كنت مسافرا وكانت هي ضمن المودعين. احتاجت أن ترى نفسها فأركبتها قطاري لتنظر في مرآته. تحرك القطار فجأة، لم تفزع أو تهرع إلى الباب لتنزل. جاء مسؤول القطار فدفعت له قيمة ركوبها إلى آخر الخط، رغم علمي بأنها قد تنزل في منتصف الطريق. الكاميرا هو استخدام آخر وهو حركة الكاميرا عكس حركة الموصل. يعني الموصل يتجه مثلا ناحية الشمال والكاميرا بتروح ناحية اليمين أو العكس. الكاميرا بتتجه الناحية التانية ويبتدي الموصل برضه يتحرك عكسية عكس حركة الكاميرا لتقفل في نقطة واحدة. النهاردة هنتكلم عن الحركات الأساسية للكاميرا. نبدأ بأول حاجة عندنا الدولي كام. الدولي كام زي ما شايفين عبارة عن عربية تحمل مصور وعلى عجل وبتتحرك في الأماكن المستوية في الغالب سواء اليمين أو للشمال، بحيث إنها ميبقاش فيه أي نوع من أنواع الاهتزازات. وطبعا زي ما قلنا بيشترط إنه المكان يكون مستوي زي المشهد اللي احنا شايفينه. تاني حركة اللي هي الكرين كام. الكرين اللي هي الرفعة اللي مرفوع عليها المصور، وزي ما انتم شايفين في المشهد ده الكرين كانت جوه البيت تبتدي ترجع لورا تطلع بره البيت لغاية لما تيجي البلكونة تقف على حوار المتبادل. خلي دايما حركتك تسبق كلامك، لأن الحركة بتأهل المتلقي لاستقبال الكلام وتعطيله ثقة وقوة. حركة الجسم أو الالتفاف المفاجئ بتمهد للي انت هتقوله، وحركة الإشارة بالإيد قبل الكلام بتمهد للي احنا هنسمعه. يبقى الكلمة المسموعة بتستحوذ على الاهتمام أكتر من الحركة. اللون الأبيض مرتبط بالبراءة والرقة والسلام والتضحية والطهارة والنظافة والنور، كما ترتبط الإضاءة البيضاء بالوضوح والصراحة والشفافية وعن تأثيره الرمزي. كما ثبت من إحدى التجارب السيكولوجية وجد أنه يرمز إلى مختلف وجهات النظر الحسنة ظاهريا، حتى ولو كانت وجهة النظر الحسنة مزيفة. وآخر مشهد عندنا من فيلم عالم عيال عيال. متجوزين النهارده بس لازم دول بقى. ولادنا يا دكتور، ولادنا. نعم ايوه ولادكم متجوزين النهارده ومخلفين كل دول. امال بعد سنه هتعملوا ايه؟ حضرتك مش واخد بالك. ايوه بنت. دول مش ولادي انا وهو. نعم امال ايه؟ دول ولادنا احنا الاثنين. الاثنين. اتنين ايه؟ لازم الأول نعرف يعني إيه مشهد، يعني إيه لقطة عشان نفهم. اللقطة هي جزء من الفيلم السينمائي يتم تصويره دفعة واحدة لغاية لما آلة السينما تقف. أما المشهد فهو عدة لقطات يكونوا جزء متكامل من أحداث الفيلم، ما يفصلش بينهم فصل ثاني، ما يفصلش بينهم فصل. أنا بشكركم جدا يا فنانين على المتابعة، وما تنسوش اللايك والشير، تعملوا اشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الدروس والمحاضرات وكل إنتاج سينما ميكرز. إلى اللقاء. قفشناه.